وباطن ليس العيون تراه. الله هو الرحمن، الله هو الذي علم القرآن، الله هو الذي خلق الإنسان، الله هو الذي علمه البيان، الله هو الذي جعل الشمس والقمر بحسبان، الله هو الذي له النجم والشجر يسجدان، الله هو الذي خلق فسوى، الله هو الذي قدر فهدى، الله هو الذي أخرج المرعى، الله هو الذي جعله غثاء أحوى، الله هو الذي حفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل، الله هو الذي أصلح الكون كله بسيدنا إبراهيم الخليل، الله هو الذي خص بنفخة البعث سيدنا إسرافيل، الله هو الذي خص بالسفارة سيدنا جبريل. سل قابيل عن هابيل وسل القاتل عن القتيل، سل الذي ألقي في النار على أرض العراق فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، سل زكريا ويحيى عن ابن البتول، وسل البتول لما نوديت وهزي إليك بجذع النخيل، سل يوسف عن عالم الرؤيا والتأويل، سل يعقوب بعدما ابيضت عيناه بعد حزن طويل، سيدنا رسول الله هو تاج على رأس الكون وإكليل، بريق سيدنا محمد يشفى العليل، بلمسة يد رسول الله يزداد القليل. أما إن سألتني عن الدليل لما حن إليه وبكاه جذع النخيل، وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود وخير مولود أرسله ربنا المعبود إلى هذا الوجود فكان سيدنا رسول الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيها السادة الكرام، أجدد التحية بحضراتكم من ساحة القرآن وفي ليلة القرآن في شهر القرآن. أسأل رب القرآن أن يرحم راحلنا الكريم وأن يدخله من باب الريان في ليلة تكريم الوالد والراحل الكريم الحاج وجيه محمد علي. نستأنف رحلتنا الإيمانية مع كتاب رب البرية آيات الله البينات، والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. لك باشا الله يبارك فيه. صلى الله عليه وسلم. اللهم امين. انت التواب الرحيم. سنك من تحت بس شو كده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل إن
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. الله يبارك فيك رحمة الله حبيبي كاسي الله يبارك فيك الله يبارك فيك حبيبي الله يبارك فيك يا باشا الله يبارك فيك صح حال الله يبارك فيك طبعا الله يبارك فيك الله يبارك فيك حبيبي الله يبارك فيك منور يا باشا شرفت سلامتك حبيبي والله العظيم الشيخ علاء كان بيعمل كلامير طين والشيخ عمو عبد الله حصل شرفت احمد باشا عمدة يا ابني عمدة الادب مع القران الادب مع القران يا اولاد الله يا سيدي طيب زمان مش ينفع يا الله يبارك فيك فقبل راس العالم وانصرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ربنا يفتح عليك قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وعنده علم الساعة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيله يا رب وقيله يا رب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الخطاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر جاء لحضرته بالصفح عمن آذاه، والأمر جاء بالعفو من حضرته عما شابه من شبهات في هذه الدعوة المباركة، لأن الحديث بدأ بقول الإله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يخرجوه، ولكن الله كان ناصرا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من خواتيم سورة الزخرف المكية استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تليت علينا بهذا الصوت الشجي الندي فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، والتلاوة ضمن فقرات ليلة القرآن المقامة تكريما لروح والدنا وراحلنا الكريم عم الحاج وجيه محمد علي. أسأل الله في عليائه أن يتغمده بواسع الرحمات، وأن يتجلى عليه برفقة سيد السادات، وأن يحشر من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، باسم أبنائه الأكرمين معلم تامر وإخوته، معلم أحمد، معلم محمد، باسم الحاج عبده عطية بصيرة، باسم الحاج رمضان الطبي، باسم أبناء الوالد والراحل الكريم الحاج جمعة الطبي، باسم الأستاذ السيد شعبان، باسم صهره الحاج محمود المناخلي، باسم الحاج حسن سالم، حاج السيد كمال، حاج أحمد حسن، حاج حسن عبد السلام، عموم عائلات عثمان وعائلات البصيرة، عائلات أبو خليل أبو رفاعي، عائلات الطبي، عائلات العيوطي، باسمهم جميعا أشكركم أيها السادة الأماجد على تواجدكم في ليلة المغفور له بإذن الله تعالى. شكرنا هندسة الإذاعية ذات الصوت الرقمية الحديثة لوالدنا وراحلنا الكريم عم الحاج محمد عبد العال عليه سحائب رحمات الله. شكرنا هندسة الكهربائية ومحطات الديزل العالمية ومقدمي واجب الضيافة أبناء الوالد والراحل الكريم الحاج صديق أبو هاشم، كبرى قصور الضيافة المتنقلة معلم أحمد الصغير، الإخراج عبر شبكات الإنترنت العالمية أستاذ أشرف المهداوي، يرافقه أستاذ سامع شعبان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من قول ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ابتلي الوالد الراحل الكريم فصبر، ابتلاه مولاه فكان شاكرا على ما فقد من أعضاء من جسده، حتى أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن تسبقه هذه الأعضاء إلى الجنة بإذن الله. يؤتى بأناس يوم القيامة يساقون إلى الجنة زمرا، فيقول لهم رضوان: إلى أين وأنتم لم ينصب لكم ميزان ولم ينشر لكم ديوان؟ قالوا: يا رضوان، نحن لا نقف لنصب ميزان ولا لنشر ديوان، واقرأ إن شئت في القرآن. قال: وفي أي شيء أقرأ في القرآن؟ قالوا: في قول الرحمن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وعلى ما كان صبركم؟ قالوا: كنا إذا أعطينا شكرنا، وإن منعنا صبرنا، وإن جهل علينا حلمنا.